مفيش حاجه في وشي ازاي؟ انا خلاص الميك اب راح، مش مضطره اعمل مرتين حتى. انا اتفاجئت ليه؟ انا كنت حاطه ميك اب تقيل جدا امبارح بقى عشان حفله السواريه وكده، فول ميك، اخدت بامب واحده وبعمل كده على اساس ان انا هشطف وشي وابص في المرايه عشان لو في بواقي اروح عامله تاني. لقيت مفيش حاجه في وشي ازاي؟ انا بقيت وعماله ابص لنفسي كده ازاي اتمسح من اول غسله. وقفت له احترام، شكرا حقيقي. السيرم انتوا شفتوا بنفسكم في الريفيو لما انا جربته اول مره اون كاميرا، انا اتخضيت واستغربت شكلي وايه اللي حصل. وشي فجاه مره واحده خدودي احمرت لوحدها كأن الدم ضرب في وشي، كأن حد اداني جرعه اكسجين، مش عارفه ايه اللي حصل. لقيت وشي منور وبقى كلاسي كده. هو بصراحه خطير، ده معجزه في ازازه، بيعمل تشارج للوش كده وتحسي ان انت فريش وفايقه. عارفه لما تكوني بطاريتك فاضيه وعايزه تتشحني من اول وجديد، كانه شحنني جرعه انرجي جديده. ده يا جماعه بجد انا كنت خايفه منه، كنت حاسه انه اي كلام بصراحه، مش هكذب عليكم. بقالي سنه حرفيا من ساعه الحمل ما كنتش بحط الكريمات بتاعتي. كنت عايزه بقى حاجه تلحقني بس ريح عيني. عارفين الاجهاد والانتفاخات من كتر من قله النوم؟ طبعا بيبي كل شويه بيصحي، مش عارفه اخد عمق في النوم، فعيني بتبقى طول الوقت شكلها تعبان، هنا مشدود من كتر وهو ناشف من الجفاف. اداني راحه في عيني، انا حسيت بيها يعني. اول ما حطيته تحت عينيا حسيته بقى طري ومويستشر كده مرتاح. برشحه قوي للناس اللي عندها هالات لانه برده انقذني من موضوع الهالات. التجاعيد برده زي ما قلت لكم هو مش بيعالج التجاعيد القويه، هو بس ايه بيلحق لو ايه مش ما تزيدش ان يحصل لك اصلا تجاعيد، فابتدي استخدميه من العشرينات. صراحه هي موفره جدا، ممكن اساعدكم واعمل لكم اوردر من عندي.